السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدأ ونقول بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده بدأت روتين معاكم يومي النهاردة. حبيت ان انا اشارك معاكم كده الروتين بتاعنا. عايزة اقول لكم كده كل سنة وانتم طيبين بمناسبة اعياد شم النسيم. فقولوا لي كده، عملتوا ايه في يوم شم النسيم بقى؟ وكلتوا فسيخ ولا لا؟ او رحتوا في مكان ولا لا؟ احكوا لي يعني كده عملتوا ايه في التعليقات. بس تعالوا بقى كده نبدأ يومنا. اول حاجة زي ما انتم طبعا شايفين كده، كان عندي بقى كمية مواعين كده قلت اغسلها في الحوض وكده، علشان ايه؟ نعمل الغدا كده مع بعض ان شاء الله النهارده، واقضي معاكم يوم كامل كده باذن الله. طبعا اكتر حاجه مش بحب اعملها في حاجات البيت هي غسيل المواعين. معرفش والله العظيم يا جماعه، اكتر حاجه ما بحبهاش هي غسيل الاطباق بقى والحلل والمواعين والحاجات دي. يعني انا كنت بحب ان انا اكتر حاجه اعملها الغسيل، طبعا اللي هو غسيل الهدوم وكده. بس عايزه اقول لكم ان انا بقى بعد ما خلفت بقيت بكره الغسيل بقى وكل الحاجات دي، بسبب بقى ان هو كل شويه غسيل غسيل غسيل، فالواحد بيتعب بصراحه. فربنا يكون في عون كل أم عندها طفل أو اتنين وبتشتغل كمان، بتبقى مسؤولية كبيرة عليها. يعني معلش اعذروني عشان ايه صوتي تعبان شوية. بس فالمهم يعني ربنا يقوينا كلنا يا رب، ويدينا الصحة كده ويريح بالنا كده ويرزقنا برزق الحلال كده، ويهدلنا أولادنا أهم حاجة، ويبارك فيهم كده ويحفظهم من كل شر. لأن احنا والله من غيرهم ولا حاجة. هما بيتعبوني وكل حاجة، وعندي جوري بنتي بسم الله ما شاء الله عليها يعني. بس يعني احنا من غيرهم ولا حاجة والله. فربنا يحفظهم كده ويخليهم لنا يا رب، ويحفظ لي بنتي ويخلي لكم أولادكم وأولادنا يا رب إن شاء الله. بس فهنا بقى زي ما انتم شايفين كده عادي، روتين الطبيعي بقى اللي كل ام بتعمله. بدأت كده ان انا اغسل المواعين. انا بحب اغسلها ايه كلها كده مرة واحدة، وبعد كده اشطفها ايه مرة واحدة. يعني مش بحب ان انا اغسل حاجة واشطفها واغسل حاجة واشطفها، لا. بحس يعني ايه، ان هو كده بياخد مني وقت كتير. انما لما بعملهم كلهم مرة واحدة واشطفهم مرة واحدة، بحس كده ان هو بينجز معايا في الوقت. يعني عشان ما اقعدش كل شوية ايه، انا ايدي تبقى نضيفة وبعد كده اعملها في الصابون وارجع اعملها كده يعني. بس فالمهم بقى كده زي ما انتم شايفين، هقعد اغسلهم بقى كده واخلصهم. وعايزه اقول لكم ان انا والله العظيم يعني الشويه اللي انا بقعد اعمل فيهم الحاجات دي بتكون جوري نايمه، لان وهي صاحيه دايمًا، دايمًا عايزاني أبقى معاها. ما أعرفش هُم كل الأطفال كده والّا لأ. بس هي على طول لازقة فيّا وعايزاني إن أنا أشيلها حتى لو هي معايا مثلًا وأنا باعمل حاجة، لأ هي عايزاني إن أنا شايلاها، أو إن أنا أكون يعني مثلًا بالعب معاها كده. لكن هي مثلًا تشوفني باعمل حاجة وتقف جنبي، لأ مستحيل طبعًا. فأنا بقى باستغل الوقت اللي هي بتنام فيه، وأقوم بقى أعمل كل الحاجات اللي ورايا كده بسرعة يعني. فربنا بقى يعدّي الفترة دي كده على خير. مش عارفة يعني هتعدّي إمتى، بس يعني ربنا يعدّيها على خير يا رب إن شاء الله. وتكبر كده بقى وتبدأ إن هي تفهم وتعرف يعني، عشان الواحد يبدأ إن هو يرتاح شوية، لإن بصراحة الموضوع صعب خالص يا جماعة والله العظيم. فالحمد لله يعني. فزي ما قُلت لكم كده، أنا باحب بقى إيه، أغسل الأطباق كلّها واشطفها مرّة واحدة. فأنا دلوقتي بقى خلّصتها أهو. دلوقتي بقى باشطفهم كده كلّهم مرّة واحدة عشان أخلّص، وأدخل بقى أشوف إيه هاعمل إيه تاني. طبعًا أنا باحب كده أول لمّا أكون مثلًا عندي مواعين أو حاجة ما غسلتهاش من بالليل، مع إن أنا مش متعودة إن أنا أعمل كده. يعني أنا دايمًا باحب إن أنا أخلّص وأشطّب المطبخ بتاعي من بالليل، عشان أصحى الصبح إيه، ما يكونش يعني ورايا حاجة وكده. بس طبعًا على حسب الظروف وجوري معايا وكده بالليل، أوقات مش باعرف إن أنا أعملهم، فباضطر يعني إن أنا أسيبهم بقى وأصحى الصبح كده أغسلهم أول حاجة، عشان طبعًا إيه، أنضّف الحوض وأخلّيه نضيف كده، علشان أبدأ يعني إن أنا نشوف هاعمل مثلًا غدا إيه، نشوف إيه الحاجات اللي ورانا كده يعني. فأنا دلوقتي بقى خلّصتهم كلّهم أهو زي ما أنتم شايفين، وهابدأ بقى إن أنا أحضّر الغدا. عايزة أقول لكم إن أنا هنا بقى كنت قعدت شوية يعني وغيّرت هدومي بقى وكده. فقُلت بقى إيه، إن أنا أدخل يعني علشان ما أتأخرش يعني وكده أعمل الغدا. فأنا كان عندي بقى سمك اللي هو البوري ده، كان متنضف كده، كنت منضفاه وفاتحاه ومضبطاه. عايزة بقى أعمله زنجاري. فأنا دلوقتي بقى إيه، هم 4 سمكات كده نضفتهم وضبطتهم أهو. دلوقتي بقى هابدأ إن أنا أعمل التتبيلة بتاعتها اللي أنا باحطها. أنا عندي بقى فص توم، وهاجيب دلوقتي كزبرة ناشفة، وهابدأ كده إن أنا أحط على التوم بتاعي، وأحط كمون بقى وملح والحاجات بتاعة السمك دي، التوابل بتاعة السمك لو انتوا بتحبوها حطوها عليها، هتفرق في الطعم خالص من جوه. فأنا دلوقتي بقى باحط الحاجات دي، وهعصر كمان ليمون عليها.
طبعًا هنا زي ما قُلت لكم إيه، أنتِ بقى ويعني أنتِ والحاجة اللي بتحبيها في التوابل ممكن تحطيها عليها، فأنا حطيت كده الحاجات دي، وهاحط كمان عصرة ليمونة وبس، وهي كده التتبيلة بتاعتي اللي هاحشي بيها إيه، السمك من جوّه، لإن أنا لسه هاعمل له حشوة تانية يعني دلوقتي، بس أنا دلوقتي باتبّله كده من جوّه عشان يبقى ليه طعم. لمّا مش باعمله كده الطعم بيفرق، يعني باحس كده إن هو ليه طعم كده وبيبقى ريحته حلوة خالص لمّا بيتحط في الفرن. طبعًا حطيت هنا كده زي يعني إيه، معلقة زيت صغيرة خالص، حاجة بسيطة خالص كده أهو، بس هي كده التتبيلة. طبعًا أنتِ لو عايزة تفرمي التوم عشان ما يبقاش قطع كده عادي ممكن تفرميه، بس أنا قُلت يعني مش مشكلة، أنا قطّعته حتت صغيرة كده زي ما أنتم ما كنتم شايفين. طبعًا هنا السمك نضيف خالص، بُصّوا من جوّه أبيض إزاي، كنت منضفاه ومضبّطاه كلّه من جوّه. طبعًا هو بيتفتح من الضهر، السمك الزنجاري بيتفتح من الضهر، لكن لو هتعمليه صينية أو حاجة عادي بتفتحيه من بطنه. هنا بقى دي السمكة أهو، بصوا بقى تبلتها أهي، هتبلها كده كلهم من جوه زي بعض زي ما انتوا شايفين كده بالتتبيلة دي، هتخلي طعمه تحفة وطعمه جميل خالص كده من جوه، وتلاقي الفص كده ايه ليه طعم وطعم يعني لما يطلع من الفرن. هنا بقى هظبطهم كلهم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هما كانوا 4 سمكات يعني على قدنا، طبعا هم اصلا يعني مش كبير قوي، هو حلو يعني متوسط كده. بس فالمهم يعني السمك الزنجاري بيحب السمك يكون كبير، فلو انتوا جبتوا سمك كبير بيبقى احسن يعني عشان يبقى فيه فصوص وكده ويبقى طري. بس فهنا بقى خلصت كده التتبيله اهي من جوه زي ما انتوا شايفين، فلو فضل بقى حاجه معاكي وكده عادي ممكن تتبلي بيها من بره هتبقى حلوه برضو. هنا بقى هنبدأ بقى ان احنا نحضر ايه التتبيله بتاعته اللي هي اللي احنا هنحطها بقى عليه كده الحشوه من بره. عندك بقى جزرايه مبشوره وفلفل اخضر متقطع او قطع يعني كده، وعندي كمان بقى شبت وكزبرة وبقدونس. طبعا لو عندك اي بقى انواع خضرة حطيها، انا حطيت الجزر والفلفل والشبت والكزبرة والبقدونس، حبة كده من كل حاجة، حبة بسيطة يعني مش كتير. بس وهحط بصي عايزة بقى تحطي بصل عادي ممكن تحطي، اي حاجة انت عايزاها ممكن تحطيها، بس دمت يعني الحاجات اللي كانت متوفرة عندي فانا حطيت الحاجات دي. وهابدأ بقى كده إن أنا إيه أتبّلهم بقى بشوية برضه كزبرة ناشفة وشوية ملح وشوية كمون، ولو عندِك توابل بقى سمك أو كده ممكن تحطيها عليه هتدّيه طعم برضه، كل الحاجات دي بتفرق في الطعم. بُصّوا حطيت بقى الملح وحطيت الكمون أهو والكزبرة وكده، وأحط كمان شوية زيت، ولو عايزة تحطي بقى الليمون بس أنا هاحط الليمون يعني على السمك من فوق. وبس كده هتبقى التتبيلة بتاعتنا جاهزة بقى ان احنا نحطها على السمك بتاعنا. طبعا انا كده جهزتها اهو، هبدأ بقى ايه ان انا كده اقلبهم كده مع بعض عشان كل الخضرة دي تاخد كده من التتبيلة وكلها ايه تتبهر كده يعني وتبقى حلوة، عشان لما احطها على السمك السمك كمان ياخد من الطعم بتاعها. دلوقتي بقى جبت طبق كده وجبت طبعا ورق فويل من عندي، لو ما عندكيش عادي ممكن تعمليها بقى في صينية بس ما تكونش بتلزق، بس هو يعني الزنجاري اساسي ان انا بحط في ورق الفويل ده. باجيب كده كل سمكة وباحطها في ورق فويل كده زي ما انتم شايفين، وبابدأ ان انا ايه يعني احوط كده ورق الفويل عليها كده زي ما هتشوفوا دلوقتي يعني وانا بعمل كده اهو. كده بصوا بتطلع زي كأنكم جايبينها من مطعم بالظبط، بصوا بعملها كده. بس وببدأ بقى دلوقتي كده ان انا احط التتبيله بتاعتي فيها، بس انا كده بظبط بس الورقه كده من الجناب اهي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، بتطلع تاخديها كده زي ما هي بالورقه بتاعتها تحطيها قدامك، تاكلي الفصوص وكل حاجه وتلفي الورقه عليها كده وتحطيها في باسكت الزباله كده تبقى الدنيا نظيفه وتمام. بصوا كده التتبيله بتاعتي اهي حطيتها كده شويه على وش السمكه اهو. بعد كده بقى لما بتطلع على فكره عايزه اقول لكم ان الخضار ده بيبقى طعمه تحفه جدا. بصوا انا هنا خلصت ال4 سمكات بتوعي اهو، كده يعني زي ما باقول لكم جبت بقى كده الصينية بتاعتي دي وحطيت فيها زيت كده عشان إيه الورق الفويل يعني ما يلزقش فيها من تحت. كنت باقول لكم إن الخضار اللي بيبقى موجود في السمك ده بيبقى طعمه تحفة، يعني بيتاكل كده مع السمك بيبقى طعمه جميل خالص، يعني أنا مش اللي هو بس منظر بس أو حاجة أو تتبيلة أو كده لأ، إحنا بناكله يعني مع السمك مع الفصوص وكده. بنعمل بقى جنبه رز أبيض وشوية طحينة كده وطبق سلطة، بيبقى تحفة وطعمه جميل وتبقى أكلة حلوة كده. أكلة السمك دي يعني ايه الواحد ما بياكلهاش مثلا كتير، فين وفين لما بنعمل الزنجاري ده، بس بيبقى طعمه جميل وحلو خالص يعني. طبعا انا جبت ليمونتين كده قطعتهم زي ما انتم شايفين كده شرايح، ورحت جايه حاطه كده على كل سمكية شريحتين ليمون كده، وبحط بقى شويه زيت كده من فوق علشان ايه يحمر لي وش بقى السمك كده ويخليه جميل كده ويبقى طعمه حلو.
بس فأنا كده بقى خلّصت الصينية بتاعتي أهي زي ما أنتم شايفين. دلوقتي بقى أنا هادخّلها الفرن. طبعًا أنا يعني الأحسن إن أنتِ وأنتِ شغّالة كده إن أنتِ تشغّلي الفرن يعني يسخن. بس فالمهم بقى أنا دخّلتها عشان أنا كنت زي ما باقول لكم حاطة الفرن يعني مشغّلاه وسخن وكده، فحطيتهم وهي ما بتاخدش وقت أصلًا لإن السمك بيستوي بسرعة. فده طلع شكلها أهو، طلع جميل جدًا. دلوقتي بقى هنحط كده وهناكل على طول. فبس كده ده كان يومي معاكم النهارده، يا رب كده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير ومع السلامة.